لو معاك 350,000 وعايز تركب عربيه يبقى لازم تشوف الفيديو ده. اول عربيه معانا كيا سيراتو 2006 واللي بيقولوا عليها سيراتو العاصمه. العربيه دي محترمه جدا وبتسلمك اداء وسحب واستابيليتي على الطريق مفيش بعد كده. واكيد مش هننسى اختها اكس دي او وش الاسد، نفس الات الجار، والعربيتين لازم يبقوا اختيارك الاول. لو عاوز عربيه بنفس الات الجار العربيتين الاولانيين تبقى عاليه على الارض لازم يبقى اختيارك الاول هي الهيونداي الماتريكس. ولو انت بنت وعاوزه عربيه اصغر شويه وهاتشباك يبقى لازم تفكري في الهيونداي الجيتس. ولو عايز تركب عربيه موديل عالي لازم تفكر في النيو اوبترا من اول 2015. العربيه دي ممتازه جدا وفيها اوبشنز كتير جدا، ولكن فيها عيب وهو الفتيس. لو المالك اللي انت بتشتري منه العربيه مهمل في صيانه الفتيس فانصحك ما تفكرش فيها. لو بصينا في كوكب اليابان اكيد هنلاقي النيسان تيدا، عربيه في منها هاتشباك وفي منها سيدان وفيها موتور وفتيس محترمين جدا، قطع غيارها عزيزه شويه لانها مميزه. ولو دورنا في العربيات الكوري هنلاقي عربيتين من اول 2006 وهي دايو لاسيتا. العربيه دي محترمه جدا، ولو فك حظ هتلاقي العربيه فيها اي بي اس وايرباج وعزل محترم جدا ونفس الموتور اللي في الاوبترا 2010 المصري. العربيتين لازم يبقوا في الحسبان. ولان نيسان دايما بتخاطب كل الكاتيجوري فعملت لك النيسان الان 16 عربيه عائليه وفتيس اعتمادي وموتور اعتمادي مفيش بعد كده وقطع غيارها على اول الشارع. العربيه دي من احلى العربيات اللي ممكن تختارها لانها عربيه ممتازه، قطع غيارها رخيصه، متوفره في كل الاسواق. بس كده يا صديقي، واستنانا في فيديو ال 400,000.